الآن سنستمع إلى الأجواء الفنية. الشباب استطاعوا أن يعني يحصلون على لقاءات مع فنانين، الفنان عبد الله رشاد والفنان الشاب أيضا محمد الخلاوي، التقى فيهم زملائنا. وطبعا أنا ما قاعد أقول أسماء لأنهم كلهم حقيقة شغالين في كل مكان، رياض المزهر وعمار بحكيم ونايف مشهور وسمير الصوفي في حالة استنفار. خلينا نشوف رأي الفنانين عن هالمباراة. اولا يعني تهنئة قلبية بهالمباراة الجميلة اللي الكل حيكون يعني مستعد نفسيا وعقليا وذهنيا. الاتحاد والاهلي فريقين كبيرين بنجومهم ومستواهم ومكانتهم، وخاصة في المنطقة الغربية. والمباراة هذه بتأثر تأثير كبير على نفسيات أهالي جدة خاصة. لذلك أنا ما أحب أتفرج المباراة إلا أشوفها بعد ما أعرف النتيجة، يعني من باب أنه شد الأعصاب. والله إلى حد ما أحاول أن أتابعها المستطاع، بس أنت عارف يمكن مجالنا شوية كمان، إحنا ما الأوقات ما في عندنا الأوقات، فبعيد عن الرياضة شوي. يعني دائما الشماعة تعلق على المدرب في كل الأحوال حسب خبرتي البسيطة الرياضية. لكن بالنسبة لنادي الاتحاد، أنا يعني في زوبعة في الفترة الماضية أثرت بشكل كبير على نفسية اللاعبين حسب وجهة نظري. بس لما نروح كنا نتكلم يعني لما بتيجي مباراة زي هذه الديربي، فطبعا يصير فيها تجمع عائلي، العائلة كاملة يعني، فيصير الانقسام عماني منهم اتحادية ومنهم أهلاوية، الأهل منهم اتحادية ومنهم أهلاوية. الفن أو أي مجال في الحياة عموما بصفة عامة، العامة والعملية والعلمية، الموسيقى والفن يدخل في إطار كل دقات القلب، الحياة، الهواء، الماء، الشجر، الرياح، أي شيء في الحياة في موسيقى وفي صوت. بالتالي الرياضة حماس، والحماس هذا يندفع من الفن. بالتالي تشوف أنت ليش في رابطة مشجعين وجماهير يهتفوا، ولا كان الجمهور ثابت، لكن الفن والحماس والإشعال هالروح الحماسية ما تشتعل إلا بالفن. ممكن ايوه، لا في رابط بين الرياضه، العلاقات الاعلاميه انت عارف، العلاقات الرياضه والفن وكله في مجال واحد، وصار الاعلام الان هو الطاغي على الموضوع، ان كان رياضيا ان كان فنيا، ففي عوامل مشتركه كثير بين الفن والرياضه. انه احنا الفنانين نحب